الأهلي بعد سلسلة من النتائج السيئة والبداية الأسوأ في تاريخ النادي وفي تاريخ الدوري المصري يستعد لمواجهة نادي الزمالك في مباراة العودة وتصحيح المسار. بعد البداية السيئة اللي بدأها النادي الأهلي في الدوري والنتائج السيئة والأداء اللي كان أسوأ من أي أداء قبل كده وما شفناش النادي الأهلي في الحالة دي، الكل هنا طلع يتريق على النادي الأهلي وينزلك بقى ترتيب الجدول، وخاصة هنا جماهير المنافس، وتقولك هو فين الأهلي؟ طب فين الصفقات؟ طب النادي الاهلي اللي صرف هنا مليارات وصرف هنا ملايين على لعيبه، فين النادي الاهلي؟ وبصراحه كان عندهم حق، لان النادي الاهلي كان في موقع ومركز لا يليق بالنادي الاهلي. ولكن تخيل بقى يا صديقي العزيز ان النادي الاهلي اللي الكل اتريق عليه، هو لو فاز الماتش الجاي على النادي الزمالك وفاز الماتش اللي بعديه يبقى اول الدوري. عشان كده دايما بنقول يا جماعه، يضحك اخيرا يضحك كثيرا، والنهايات هي اللي بتحكم. طب هل النادي الزمالك هيكمل على المستوى ده؟ انا عن وجهه نظري بقول لك لا، نادي الزمالك مش هيكمل في الطريق ده. نادي الزمالك هياخد هنا حلاوه البدايات، وهتلاقيه كده مره واحده كده ايه، رجع زي ما حصل كده تعادل وهزيمه قبلها، وهيبدا بقى نادي الزمالك يرجع هنا لمساره الطبيعي، ويرجع هنا النادي الاهلي لمساره الطبيعي. عشان كده يا صديقي بقول لك ان لازم النادي الاهلي يفصل تماما الماتشات اللي فاتت كلها، والمستوى السيء اللي ظهر بيه في اول الدوري، ومستوى اللعيبه السيء وهنا وانتقاد الجماهير، وينسى كل ده ويركز في الماتش ده، لان الماتش ده هو عوده هنا النادي الاهلي لمساره الطبيعي، عوده النادي الاهلي لمكانه الطبيعي. اخفاق تاني ورا اخفاق ورا اخفاق، الجماهير مش هتسامح. عشان كده يا كابتن عماد النحاس على عاتقه مهمه كبيره قوي، ان هو لازم هنا يسيب هنا بصمه حلوه لجماهير النادي الاهلي، يسيب بصمه حلوه هنا نفتكره بعد ما يمشي، يقول كابتن عماد النحاس على قد المستوى اللي كان ظاهر بيه هنا الفريق في عهده كسب الزمالك وساب لك هنا ذكرى وحطك على اول الدوري، والمدرب اللي هيجي بعديه يشيل ليلته بقى. ولكن كابتن عماد النحاس لا، هو وصلك هنا لاول الدوري وسابك ومشي. عشان كده انا اتمنى من كابتن عماد النحاس يكون مركز هنا في تشكيلته، في طريقه اللعب، مركز هنا في كل حاجه، يعرف يدرس هنا الخصم، يركز هنا ويعرف ان نقطه الضعف هنا في نادي الزمالك هو خط دفاعه وبطء خط دفاعه. يركز طبعا هنا نقطه القوه كلها في اخوان الفينا. اخوان الفينا هو المحرك الرئيسي، ان عبد الله السعيد على قد ما هو مجهوده قليل في الملعب، ولكن اللمسه اللي بيعملها لا، بيعمل لك فارق هنا في الملعب. فلازم كابتن عماد النحاس يكون ملم بكل ده. طيب تعال نتكلم كده على التشكيله مع بعضينا، ونشوف هنا كابتن عماد النحاس هيبدا ازاي وطريقته ازاي وفكره رايح فين، وهل التشكيله دي هتنفع قدام الزمالك ولا لا. من وجهه نظري ان التشكيله دي اللي ممكن تبدا قدام نادي الزمالك. في حراسه المرمى طبعا الشناوي، 2 قلبي دفاع، نحط هنا ياسر ابراهيم وجنبه ياسين مرعي. ناحيه اليمين، وناحيه اليمين يا اسفاه على ناحيه اليمين اللي مش موجوده في النادي الاهلي، وللاسف مفيش غير محمد هاني. ناحيه اليسار ما فرقتش طبعا، مصطفى العش من كوكا، الاثنين اسوأ من بعض. وزي ما قلت لك قبل كده انا مشفق على كوكا، ان كوكا ده مش مركزه، ولو حطيت كوكا في نص الملعب ماتش ورا ماتش ورا ماتش هيديك مستوى كوكا اللي كان طالع بيه من الناشئين واللي اشدنا بيه كتير. 2 في نص الملعب، يا ديانج يا مروان عطيه، تحط لي الاثنين مع بعض انت هنا بتدمر نص الملعب. الاثنين مع بعضيهم بروفايل واحد، الاثنين مع بعضيهم شكل واحد، الاثنين مع بعضيهم طريقه لعب واحده. فانت ليه بقى تحط ديانج وتحط هنا جنبه مروان عطيه؟ انت كده بتخفس هنا بنص ملعب النادي الاهلي. لا في لعيب هنا ينقل لك كوره، لا في لعيب هنا يحرك هنا بينيات، ولا يلعب سيرفيهات، ولا يقدر يكون حلقه وصل بين الدفاع والهجوم، مش هيكون موجود طبعا. فمن وجهه نظري طبعا يا اما ديانج يا اما مروان عطيه، بجانبه طبعا محمد علي بن رمضان لو جاهز. لو مش جاهز فطبعا احمد رضا، ويجي هنا جنبه يكون تريزيجيه مع تبادل ادوار هنا مع بن شرقي، اللي هو هنا بن شرقي ينزل هنا نص الملعب او ينزل هنا يسحب معاه المدافع، ويطلع هنا تريزيجيه زي ما كان بيعمل هنا في الماتشات اللي فاتت. فكان بيدي هنا مساحه كبيره قوي. ولو في باك شمال محترم طبعا كنت هتلاقي هنا ثلاثيه محترمه، بن شرقي ينزل ويطلع هنا تريزيجيه، ويطلع هنا الباك الشمال يعمل هنا كروس، فيقدر يديك هنا مساحات كبيره قوي، لان الثلاثه اللي هنا المفروض يكونوا هنا مهاريين، طبعا تريزيجيه وطبعا هنا بن شرقي، ويا الله لو كان هنا موجود معاهم هنا علي معلول كنت هتشوف حاجه تاريخيه. طبعا ناحيه اليمين وجهه نظري انا بقول لك احمد عبد القادر. احمد عبد القادر راجع فورمه، راجع عايز يثبت نفسه لجماهير النادي الاهلي، وهو دلوقتي في حاله دعم من جماهير النادي الاهلي. فتخيل بقى لو احمد عبد القادر هو اللي لعب هنا، ولو مش احمد عبد القادر يبقى حسين الشحات. لكن طاهر بلاش، كفايه طاهر. طاهر دفاعيا تمام، بدنيا احسن، ولكن هو تاثيره جوه الملعب مش موجود. احنا عايزين بقى تاثير جوه الملعب. سيبك بقى من اصل هو بدني، اصل هو بيدافع، اصل هو بيقدر مش عارف يعمل ايه، لا. حط هنا يا باشا احمد عبد القادر، او حط هنا حسين الشحات، وهتشوف الجبهه اليمين عامله ازاي في غياب زيزو كمان. نحط هنا في الامام بالله عليك يا كابتن عماد النحاس، شيل شريف من الحسبه خالص.
شريف بيكون فايق قدام الزمالك، ولكن هنا دي صدف. خلينا بقى في جراديشار. جراديشار والقوه الهجوميه، لو هو جاهز جراديشار، لو جراديشار جاهز يبدا جراديشار، لو مش جاهز فطبعا ما عندناش غير شريف. وطبعا المشكله دي محتاجه تتحل في الايام الجايه، في الصفقات الجايه. قلوب الدفاع ومركز الهجوم مش موجودين، فلازم هنا تدعيم في الاثنين دول، لازم 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 عشان نمشي هنا على المسار الصحيح. فدي التشكيله اللي اتوقع ان كابتن عماد النحاس لازم يبدا بيها، واعتقد دي التشكيله الافضل اللي لازم كابتن عماد النحاس يبدا بيها. اعتقد يعني احنا ما عندناش خيارات كتير قوي في الملعب، لان هنا معظم اللعيبه معروفه مين هيبدا ومين مش هيبدا، فاعتقد ان دي التشكيله الافضل. اتمنى كابتن عماد النحاس يكون مركز في الماتش ده، اتمنى يكون هنا كابتن عماد النحاس على درايه هنا بنقطه قوه هنا الزمالك ونقاط الضعف بتاعته. كابتن محمد هاني شيكو بنزا اللي هيلعب عليه، شيكو بنزا ده جماهير الزمالك اصلا مش عاجبها، شيكو بنزا ده جماهير الزمالك مش عايزاه. جماهير الزمالك بتقول لك ده مصطفى شلبي احسن منه، تخيل يا راجل ان هو بيقول لك ان مصطفى شلبي احسن من شيكو بنزا. فكابتن محمد هاني ارجوك ارجوك اتمنى شيكو بنزا ما يعملش ماتش عليك، وتبقى عوده شيكو بنزا لقلوب جماهير الزمالك. بالله عليك يا كابتن هاني نكون مركزين. مصطفى العش طبعا او كوكا ايا كان اللي هيلعب، خوان الفينا هيعمل نفسه ان هو هيكسر هنا لجوه وفي الاخر هياخدك لبره عشان يعمل ار2 او يعمل ثرو. حاجات كلها مفهومه، ولكن لعيبه النادي الاهلي معرفش بتنزل الملعب تحسها مش موجوده او مش مركزه. اتمنى من كابتن عماد النحاس تاني يكون مركز. بالتوفيق للنادي الاهلي، وان شاء الله المكسب يكون حليف النادي الاهلي، ونتقابل بعد المباراه. سلام.